جزاكم الله خيرا. ما هي مفطرات الصيام؟ هي المشهورة: الطعام والشراب والجماع، يعني كل ما دخل في جوف الإنسان من فمه فهذا يفطر، والجماع أيضا يفطر، هذا هو يعني الأقوى. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاستفراغ عمدا، لأن من ذرعه القيء، يقول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. استقى يعني حاول هو يزوع نفسه، فمن غلبه القيء لا شيء عليه، وأما من تعمد ذلك فإنه يعتبر هذا اليوم مفطرا فيه، وعليه أن يقضي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمشهور في يعني مفطرات الصوم هو ما دخل الجوف من طعام وشراب، وما كان من له علاقة الذي هو الجماع، ومن استفرغ متعمدا. هذا هو المشهور في مفطرات الصيام. جزاكم الله خيرا. على هذا، هل يمكن أن نقول بأن